اهلا اهلا بالامارات. النهارده بقى عملت لكم احلى سردين مخلل، بجد هتاكلوا صوابعكم وراه. احنا كنا عاملينه مع بعض قبل كده على الصفحه، بس حبيت افكركم بيه لانه اليومين دول هو ظاهر قوي في السوق وما بيصيرش غير شهر واحد بس في السنه، فحبيت ان انا اعيد معاكم الوصفه تاني. يلا بينا، هنسمي الله ونصلي على الرسول ولايك وشير ومتابعه للصفحه وندخل في الوصفه بتاعتنا. معايا هنا كيلو سردين موزه. اهم حاجه ان انت تقولي له عايزاه السردين المبروم ده، لانه ده اسمه سردين موزه. تمام، بيبقى ملحم قوي زي ما انتم شايفينه كده في البدايه. هنعمله كده بكل سهوله. جبت بوله حطيت فيها ميه، بلاش نغسله تحت الحنفيه عشان ما يتهريش مننا، لان السمكيه دي حساسه جدا. ماشي، وبدات ان انا اعيد غسيله كذا مره علشان بس يبقى نضيف كده وما فيهوش اي ريحه زفاره. بدات بقى ان انا احطه هنا في صينيه ومفروش تحتيها مناديل مطبخ. عايزين تحطوا في مصفى مفيش مشكله، لو المصفى هتاخد الكميه مفيش مشكله. المهم سبته يتصفى حوالي ساعه كده او ساعتين، وبدات ان انا اهدر الملح بتاعه. حطيت 4 معالق من الملح على معلقه بابريكا. عايزين تضيفوا شطه او كركم مفيش اي مشكله. جبت العلبه بقى اللي انا هحدق فيها كده او هخلل فيها السردين بتاعي، وبدات افرد فيها كيس تلاجة، وحطيت في طبقه من تحت كده رشه ملح على بابريكا، وبدات ان انا ارص السردين بتاعي كده كله جنب بعض. تمام، ورشيت برضو رشه من الخلطه بتاعتي اللي انا عملتها معاكم دلوقتي، وبدات ان انا احط برضو السردين الطبقه التانية بس راسها الناحيه التانية، يعني عكس عكاس. يعني الراس الناحيه دي والراس التانية الناحيه التانية، فعلشان يبقى التخليل كله بسوا بعض، او السردين كله بسوا بعض. وبدات ان انا برضو احط طبقه من الملح زي ما انتم شايفين بالشكل ده. يعني يعتبر الكيلو السردين اخد مني 4 معالق ملح بالبابريكا. تمام كده. عايزه اقول لكم حدقه مظبوط جدا. انتوا بقى لو حاسين ان هو محتاج ملح ممكن بعد ما تفصصوه هقول لكم تعملوا فيه ايه دلوقتي. هنحطه بقى في كذا كيس كده، وهم يومين 2 بس وهنفتح عليه، مش هنقعد اكتر من كده لان احنا في الصيف والدنيا حر اليومين دول. تمام، يعني بعد ما كانت بدأت تبرد، لا الدنيا بقت حر اليومين دول، فهم يومين 2 بس عشان ما يبص منك. بعد كده بقى انا فتحت عليه اهو. عايزه اقول لكم مفيش اي ريحه زفاره، وريحته تحفه، وطعمه كمان زبده. عايزه اقول لكم فصوص زبده كده زي ما انتم شايفين قدامكم. دي الطريقه العاديه اللي احنا كلنا بنفتح بيها، ان احنا بنشيل الدماغ وبنفتحه كده نصين وبنطلع السلسله. دي الطريقه التانية بقى اللي انا على طول بفتح بيها السردين، محدش يعرفها خالص. يعني بتجيب الدماغ كده وبطول السلسله بتاعه السردينه اهو، شوفوا بطلعها لبره بالطول، فبتطلع كلها بكل اللي فيها والسردينه بتبقى نظيفه. تمام، نحاول بقى ان احنا بعد ما نخلص تنظيف نلم كل اللي حوالينا كده، عشان برضو لو في ريحه ما ناذيش الجيران او اي حاجه. والعلبه اللي انا مملحه فيها دي علبه كنت شاريها مخصوص عشان املح فيها، عشان ارميها، مش عايزه اغسل ويبقى فيه اي بقايا زفاره عندي. تمام، فلفيت كله في قلب الكيس. وهنا ده شكل السردين القمر بقى بعد ما خللناه كده. بدأت ان انا اجيب برضو علبة خارجية اللي هي بتتباع رخيصة اوي في اي مستلزمات حلواني، وبدأت ان انا امسح ظهر السردينة كده بمنديل علشان لو فيها اي حاجة من الصوص بتاعها اللي بيبقى نازل منها المية بتاعة التمليح. ورصيتها كده في قلب العلبة بتاعة التلاجة دي، وحطيت عليها طبقة من الزيت وطبقة من شرايح الليمون. تقدري ان انت تشيليها في المرحلة دي في التلاجة وتطلعي منها في اي وقت، مفيش اي ريحة زفارة، وتاكليها بمنتهى الاريحية، مش هتقلقي من اي حاجة. يلا بقى، مش معقول هنعمل سردين ومش هندوق مع بعض. جبت كده رغيف عيش بلدي وحطيت فيه سردينيه كده من اللي احنا نضفناها، وعصرنا الليمون وحطينا البصل الاخضر. وعايزه اقول لكم لو انتوا لقيتوه دلع شويه حطوا عليه رشه ملح وبابريكا وهو في قلب العلبه، هيبقى تحفه. بألف هنا وشفا. ما تنسوش اللايك والشير والمتابعه للصفحه. باي باي.